عليكم عثمان. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد الفطائر مالحه بالطن اللي غادي نحتاجوا فيها 280 غرام ديال الفوز، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال خميره حبيبات، عندنا هنا بيضه، نص كاس ديال الزيت والحليب باش نجمعوا العجين. دابا غادي ندير هاد العناصر كامله في العجانه تعجن ونتلاقاو. نخليو العجين ديالنا يتعجن وغادي نمشيو نوجدوا الحشو ديالنا. بالنسبه للحشو عندنا هنا 2 بصلات مشلضين مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، غادي نشحروهم. وخارج النار غادي نزيدوا الزيتون مقطع دوائر، وعندي هنا حك ديال الطون ديال المطيشه هادو خارج النار. دابا غادي نشحر البصله ونرجعوا. شحرت لينا البصله ديالنا، غادي نزيدوا الحك ديال الطون ديال المطيشه ونزيدوا الزيتون، غادي نخلطو مزيان ونخليوها تبرد على ما نوجدوا العجين ديالنا. مرات لينا انا شكلتها كويرات، دابا غادي نخليها المره الثانيه ترتاح وغادي نشكلوها. العجين غادي نشدو كاس وغادي ندوزوه شويه في الدقيق وغادي نوركم مزيان باش تجي لنا واحد الحفيره، وديك الحفيره هي اللي غادي نديرو فيها الحشو. غادي نكمل العجين اللي عندي وغادي ندير الحشو. غندير معلقه صغيره ولا معلقه كبيره على حسب الخويه اللي عندي، وغادي ندهنوا الجوانب بالبيض ونديروا عليهم البافو او الزنجلان. نكمل الخبيزات اللي عندي وغادي نخليهم شويه يرتاحوا وعاد ندخلوهم الفرن. من الفرن مباشره تنديرو عليها فرماج باش يذوب غير بديك السخونيه، ونتلاقاو في طبق التقديم. النهائي ديالنا تيجي على هذا الشكل، تيجيو المنظر زوين حتى المذاق. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر، وما تنساوش دائما لايك وكومونتير، واللي باقي ما انضمش للقناه ديالي يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. والى فيديو اخر ان شاء الله.